وروحي أحرفي ولساني عربية حسبي. الحمد لله الهادي لأركان الجبابرة الشداد، القامع لأهل الإلحاد بسيوف السنة الحداد، وأشهد أن لا إله إلا الله المفضل الهادي، وأشهد أن سيدنا محمد الداعي لسائر العباد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته الأبطال الأنجاد وسلم تسليما كثيرا. المشاهدون والمشاهدات، مرحبا بكم في برنامجكم في شرف العربية الذي يأتيكم من قناة سلام الفضائية. وهذا البرنامج كما ذكرنا يتناول تاريخية اللغة العربية في مر العصور والدهور. وفي هذه الحلقة الجديدة ما زلنا مع كتاب العروبة والإسلام بالقرن الإفريقي للكاتب الإريتري والمؤرخ المناضل محمد سعيد ناود رحمه الله. ويذكر في هذه المقطوعة أو هذا المقتطع من الكتاب تفاعل إريتريا مع المحيطها في القرن الأفريقي. والقرن الإفريقي يتكون من 5 دول، وهي السودان وإثيوبيا وجيبوتي والصومال وأريتريا، بالإضافة ليوغندا وكينيا مؤثرين في القرن الأفريقي. كانت إريتريا جزءا لا يتجزأ من كل الأحداث التي مرت بالمنطقة، أي منطقة القرن الأفريقي أو شرق أفريقيا، ولكن مرت بمنطقة القرن الإفريقي حادثة لا يمكن تجاوزها، ألا وهي الثورة المهدية. الثورة المهدية نشأت وبدأت في السودان في عام 1800، التي تعد من أكبر وأهم أحداث القرن ال19 بإفريقيا عامة، وبمنطقة القرن الإفريقي على وجه الخصوص. فقد تمكنت ثورة الإمام محمد أحمد المهدي من أن تهزم جيشا يقوده الأوروبيون ويمتلك أحدث الأسلحة بمعايير ذاك الزمان، وأن تقيم حكما وطنيا وتعلن قيام الدولة السودانية المستقلة. وكان نهجها نهج إسلامي بحت، الأمر الذي لم يسبق له مثيل في القارة الإفريقية بكاملها منذ حلول الاستعمار الأوروبي. يعني تعد هذه الثورة هي ثورة على الاستعمار أو الاحتلالات الأوروبية التي احتلت هذه مناطق القرن الإفريقي. فأين كانت إريتريا من هذا الحدث، من ذاك الحدث، وماذا كان دورها؟ إن الصلة والتواصل بين أجزاء واسعة من أريتريا والسودان كان قائما على كل العهود، ولذا حين اندلعت الثورة المهدية في السودان كان أمرا طبيعيا أن يتم التفاعل معها من قبل أريتريا. إريتريا هي تحد السودان من الجهة الشرقية، للسودان من جهة شرقية والإريتريا من الجهة الغربية، لذلك كان لها علاقات وصلات قبائلية وأسر متنقلة من هنا وهناك. فلذلك فالأمير عثمان دقنة أمير الشرق يطلق عليه هكذا، والذي يعد أبرز القادة العسكريين في الثورة المهدية، أسند إمارة البحر الأحمر من عقيق في السودان وحتى مدينة مصوع في أريتريا. كان يحكم هذه المنطقة وأعطى أسند هذه الإمارة، إمارة البحر الأحمر من عقيق في السودان وحتى مصوع. هذه المناطق كانت متشابكة، ميناء مصوع وعقيق ومرسى تقلاي وسواكن، كلها كانت منطقة واحدة، حتى جاء الاستعمار وقسمها كتقسيم الكعكع. وكان للشيخ
أسند هذه إمارة البحر الأحمر للشيخ عبد القادر حسين، وهو قاضي مدينة سواكن بعد تركه لسواكن وانضمامه إلى جيش الأمير عثمان دقنة. وكان للشيخ عبد القادر حسين معرفة وصداقة مع شيوخ وأعيان تلك المنطقة، كما كان يجيد لغة أهلها، أي اللغة التي كانت في ذاك الوقت، وهي لغة التجرايت، وهي اللغة الحبشية الجيزية السبائية. ودارت معركة بين جيشه الذي التحق به كثير من أبناء إريتريا وجيش الرأس لولا الإثيوبي والحبشي، والذي كان القائد العسكري لجيش الإمبراطور يوهنس إمبراطور إثيوبيا. وكان يقوم بغزوات ضد الإريتريين. وقد دارت المعركة بين جيش القاضي عبد القادر حسين وجيش الرأس لولا في وادي شعب، كما دارت معركة في وادي أدرهمة، حيث تقهقر على إثرها جيش الرأس لولا إلى جبال قلب. هذه مناطق موجودة، شعب وقلب، هذه مناطق موجودة في إريتريا حاليا. كما أن الأمير الخضر بن علي انضم إلى الثورة المهدية وأرسل في طلب النجدات من القبائل القريبة من طوكر، فلبت نداءه قبائل الحباب والنابتاب والعجيلاب وآل الشيخ حامد وبيت معلى وغيرهم. هذه كلها قبائل كانت موجودة، وكان لها دور تواصل بين إريتريا والسودان وقبائل حدودية. كما لبى نداءه الكثير من أهل إريتريا، مما مكنه من حصار مدينة طوكر التي كانت تعج بالجيوش من البريطانيين. وسقطت المدينة بيدهم في فبراير 1884. وقد سجل العديد من الشعراء الحباب هذه الملاحم البطولية بلغة التجرايت. كما أن الشيخ إبراهيم درماس الذي كان في زمانه ناظرا لعموم قبائل البلين قد قاتل إلى الثورة إلى جانب الثورة المهدية. وقد أطلق تسمية عثمان دقن على أحد أبنائه، وذلك تأييدا للثورة المهدية. وإن سيفه موجود حاليا في متحف بيت الخليفة بأم درمان. أم درمان هي العاصمة الاقتصادية للسودان في الخرطوم. وهذا المتحف موجود في بيت الخليفة بأم درمان، وهذا دليل على أن الإريتريين جاهدوا وشاركوا مع الثورة المهدية، وكان لهم دور حاضر في هذه المعركة. وقد أشرنا من قبل إلى النور فقر الجبرتي الذي هاجر إلى المهدي في كردفان فبايعه وعاد منه أميرا، يعني هذا الرجل ومن الجبرتة، فجمع جيشا كبيرا من الضبانية ونزل بهم على قدب في حلالات التكارنة باتجاه القلابات. ففزع أهل قدبي إلى صالح بيك من قادة جيش الأتراك، فجهز 1000 فارس واستنصر الإمبراطور يوهنس، فأتاه الرأس دنهشوم بنحو 800 مقاتل، وهو أحد الرؤوس التابعين لإمبراطورية يوهنس. وزحف الجيشان في 26 نوفمبر 1884 على ود فقرة الجبرتي في قدبه، فقتل من جيشه 700 رجل بعد أن دارت بينهما معركة طاحنة. وكان الأمير محمد عثمان أبو قرجة وهو من قادة جيوش المهدي البارزين، حيث عينه المهدي الخليفة عبد الله عاملا على قبائل الشرق، كما اعتمد عثمان دقن أميرا للجيش. وفي حوالي 1888 جاء الأمير محمد عثمان أبو قرجة
واتفق مع صديقه كانتيباي، وهذا لقب، كان دقلل وكانتيباي هذه كلها ألقاب لزعماء القبائل. مع صديقه كانتيباي حامد بيك حسن ناظر، اسمه حامد بيك حسن ناظر، على افتتاح ميناء تكلاي وليس تخلاي، تكلاي، لتجارة الحكومة السودانية الوطنية، حيث كان ميناء تكلاي تحت إشراف كانتيباي حامد بيك، وذلك كبديل لميناء سواكن الذي كان يحتله الأتراك أو كانوا فيه الدولة العثمانية بالاتفاق مع البريطانيين. فصار التجار يأتون بالبضائع من عدن والصومال واليمن ويبيعونها ويشترون حاصلات السودان بمختلف أصنافها كالعاج والريش والسوق والدقيق والسمن والعسل. وكان يقيم بميناء تكلاي موظفان من قبل كل من الزعيمين كانتيباي حامد بيك والأمير محمد عثمان أبو قرجة. والجدير بالذكر أن الصداقة التي كانت بين كانتيباي حامد بيك والأمير محمد عثمان أبو قرجة قد انعكست في تسمية ابنه بلقب كانتيباي، يعني تأثر بهذا الاسم ولقب ابنه أو سماه بكانتيباي، الذي كان من رجال الإدارة في السودان، حيث كان مأمورا في عدد من بقاع السودان ومن ضمنها سنكات، حيث أن مشاركة إريتريا في الثورة المهدية كانت واسعة، سواء كان بالمديرية الغربية أو كرن أو الساحل. وهكذا نلاحظ التواصل والتفاعل بين السودان وإريتريا، وهو انعكاس للتفاعل والتواصل الذي شمل منطقة القرن الإفريقي بكاملها. إذن إن منطقة القرن الأفريقي، وتحديدا ابتداء من مصر وانتهاء بالصومال، هذا الحدود لما يسمى بالقرن الأفريقي، هذه المنطقة وعبر كل الحقب كان مصيرها واحد، وما زال إلى الآن مصيرها واحد، بل إن مصير هذه المنطقة كان أيضا مرتبطا بمصير الجزيرة العربية. وقد استعرضنا، هذا يقول صاحب الكتاب محمد سعيد ناود، وقد استعرضنا مجيء البرتقاليين إلى هذه المنطقة عندما كانوا يمثلون قوة بحرية عالمية، واستيلائهم على أجزاء واسعة من القرن الإفريقي وجنوب الجزيرة العربية. إلى فاصل قصير مشاهدي الأعزاء ثم نعود إليكم. عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني، عربية حسبي، عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني، عربية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم مشاهدي الأعزاء. بعد فاصل قصير نواصل من قطع من الحديث، وكنا نتكلم عن منطقة القرن الإفريقي، وكان الذي كان مصيرها واحد وهمها واحد. وقلنا إن مجيء البرتقاليين لهذه المنطقة كانوا يمثلون قوة بحرية عالمية، ولذلك كما أوضحنا أن تركيا قد برزت كقوة عظمى. طبعا تركيا في ذاك الوقت لم تسمى بهذا الاسم، وإنما كان اسمها الدولة العثمانية مترامية الأطراف في ذلك الوقت، فكانت قوة عظمى وامتدت إلى البلقان وشمال إفريقيا، وقد فتحت مصر في عام 1517. وإن القائد التركي سنان أو العثماني سنان باشا قام بطرد البرتقاليين من البحر الأحمر، واحتل كل، وليس لم يحتل، إنما كان جاء لطرد البرتقاليين الذين كانوا يقاتلون المسلمين في هذه المنطقة.
ولذلك من سواكن وجدة ومصوع وزبيد والحديدة ومخا وباليمن، هذه استولى عليها هذا القائد العثماني سنان باشا. وبعدها فإن المنطقة بكاملها وعلى الشاطئين الشرقي والغربي للبحر الأحمر أصبحت خاضعة للخلافة العثمانية. ولذلك التاريخ هنا مزور. الاحتلال التركي هذا غير صحيح. وتركيا بهذا الاسم الحديث لم تنشأ إلا عام 1929 هكذا نشأت. فلذلك وحين عاد السلطان سليم من فتح مصر والحجاز وحضر صلاة الجمعة في جامع حلب بسوريا، كان فتح إسلامي كبير جدا، سمي بخادم الحرمين الشريفين. فسمع دعاء الإمام يقول: اللهم انصر خاقان البرين وسلطان البحرين خادم الحرمين الشريفين. وهذا اللقب لقب قديم، ليس لقب جديد الآن بما تسمى به الأسرة الحاكمة لبلاد الحجاز بالحرمين الشريفين، إنما هذا اللقب كان قديما. فحينما سمع هذا الدعاء في سوريا فسجد شكرا لله أن ملكه أو سلطانه وصل إلى هذه المنطقة. واستمر هذا الدعاء في جميع أرجاء الخلافة العثمانية، في ذلك مصر والسودان وإريتريا والصومال كانوا يدعون للخليفة بالنصر والشهادة. وعندما لقب السلطان سليم بخادم الحرمين الشريفين فإنه منح أهل الحرمين عدة امتيازات. أولا عدم تجنيدهم، عدم تحصيل أي رسوم أو عوائد أو ضرائب سواء كان في ثالثا جعل المرتبات سنوية للأشراف وزعماء العشائر. وكذلك كان الحال في سواكن ومصوع لأنهما يعتبران من مدن الحرمين الشريفين. وظل دعاء الأئمة في المساجد في كل المناطق التي كانت ضمن الولايات العثمانية يقرؤون في صلوات الجمعة إلى وقت قريب، بل ظل البعض مستمرا في دعائه حتى بعد انتهاء الإمبراطورية العثمانية أو الخلافة العثمانية التي سقطت عام 1924 ميلادي. كما قام بإرسال الكسوة الشريفة إلى الكعبة الشريف كل عام في احتفال مهيب ابتداء من 1777، وأصبحت تقليدا مستمرا ولقرون من بعده. وعندما دبت الشيخوخة في جسد الخلافة العثمانية أو السلطنة العثمانية فإنها قد تخلت للخديوية المصرية عن كل مواقعها بالقرن الإفريقي بعد حكم دام 3 قرون. هذه المناطق حكمتها الدولة العثمانية ما يقارب 300 عام وزيادة. لذلك نجد وقد هناك كان هذا الفتح الكبير لهذه المنطقة، وبعدها كما قلنا آلت السلطة بعدما تضعضعت الخلافة الإسلامية إلى الخديوي محمد علي باشا الذي انفرد بالحكم في مصر. إذا نرى أباطرة إثيوبيا وموقفهم المتعارض دوما مع جيرانهم ومحيطهم. هذه المنطقة وما زالت إلى الآن منطقة بؤرة ساخنة، يعني حروب وقتل في بين الجيران وكذا. ظل ملوك الحبشة دوما في حال تعارض وتناقض بل وعداء مع محيطهم العربي والإسلامي، لأنهم كانوا بيحملون راية النصرانية باعتبار إثيوبيا هي منطلق الدين النصراني. كما تميزوا بالعقلية التوسعية على حساب جيرانهم، وظلت هذه الصفة هي القاسم. لذلك احتلوا إريتريا واحتلوا جزء من الصومال، وهكذا
هذه الإمبراطورية كان هدفهم أن يستولى على شرق إفريقيا كاملة. والقاسم المشترك بينهم مثال على ذلك الإمبراطور السابق هايلي سلاسي آخر باطرة إثيوبيا. هايلي سلاسي اسمه تفري بانتي، أما هذا لقب لقب به، وهو لقب نصراني عقدي، والذي حكم 75 عاما هذا الإمبراطور هايلي سلاسي بعد أن أطاح بالملك محمد إياسو الرجل المسلم رحمه الله. منها 13 عاما من خلال الإمبراطورية المريضة زوديتو كان كوصيه على العرش، ومن ذلك التاريخ حكم كإمبراطور حتى 74 ديسمبر 1900. وخلال هذه الفترة ظل هايلي سلاسي في شبه عداء وجفاء دائم مع جيرانه. فعندما تقرر استقلال الصومال فقد عارض الاستقلال مطالبا بضم الصومال إليه، مدعي أنه جزء من إمبراطوريته، ويسمى إقليم بنادر، هكذا قال. هذه الأراضي كلها طبعا في ذاك الوقت يعني كانت تابعة إلى يسمى مملكة الحبشة وهكذا، ولكن تغير الوضع بعد دخول الإسلام في هذه المنطقة، وتقسمت بين المسلمين والنصارى هذه المنطقة. كما أنه تآمر مع الدول الكبرى على مصير الشعب الإريتري عندما كانت قضيته تناقش في أروقة الأمم المتحدة. فهكذا وضمها إلى إمبراطوريته قسرا عام 62 تحت سمع وبصر العالم، فأصبحت جزء لا يتجزأ من إثيوبيا، ولكنها بعد جهاد ونضال من الشعب الإريتري نالت إريتريا استقلالها عام 1991 وهكذا. لذلك ضمت في الاتحاد الفيدرالي سنة 1950، وبعد ذلك كان هناك حكم فيدرالي في إريتريا، ولكن نكس على عقبي هذا الملك وضم إريتريا مرة أخرى إلى إثيوبيا، وكان العلم الإثيوبي يرفرف في أراضي أريتريا. وفي عام 1964 دخل في حرب مسلحة مع جمهورية الصومال، وهي بداية عهدها بالاستقلال. ومنذ استقلال السودان في يناير سنة 1956 نال السودان استقلاله من الحكم الثنائي. ظل هايلي سلاسي يتآمر على وحدة السودان بتقضية التمرد في جنوب السودان، إلى أن انفصل جنوب السودان وصار دولة مستقلة لذاتها. وفي الوقت الذي كان يخطب فيه ود حكومات بعيدة وراء البحار ويتودد ويتقرب إليها هذا الملك هايلي سلاسي، إلا أنه لم تربطه أي علاقة طيبة مميزة بأي من دول المنطقة التي ينتمي إليها، وأن خلفه من قسطو هايلي ماريام هو الذي جاء بعده بعد وفاته أو بعد انقلاب. ورغم شعاراته الراديكالية إلا أنه استمر بنفس السياسة، حيث ظل في عداء وحروب ومشاحنات. هايلي سلاسي كان ذا التوجه الماركسي ودعموه الماركسيون، وكان متشددا في ماركسيته ومحاربا لكل الأديان، وبالذات إريتريا والسودان والصومال، وعلى مدى 17 عاما حتى سقط وهرب خارج بلاده. وقد سبقهما إلى هذا السلوك وهذه السياسة كل أباطرة إثيوبيا منذ عهد يكن أملاك. يعني هذا العداء السافر لم ينطلق من غير هدف، كان له هدف والاستيلاء على أراضي المسلمين
وتنسيرهم وهكذا. أثناء الثورة المهدية في السودان الشرقي ثبتت سنار وكسل لفترة لم تتمكن فيها الثورة المهدية من الاستيلاء عليه، كسل وسنار. وحين علمت الخديوية المصرية بالحالة الخطرة التي بات فيها الجنود في الحاميات الشرقية بعد سقوط الخرطوم وهيمنة المهدي على باقي أجزاء السودان، فقد أرسلت إلى يوهنس إمبراطور الحبشة تستنجد به لكي ينقذ حاميات الجلابات والحيرة وسنحيت وكسلة. هذا نقرأ هذا لنعرف أن أريتريا لم تكن في ذاك الوقت مجهولة الهوية، إنما كان لها دور في محيطها العربي أو الإفريقي، ويقوم بتأمين نقلهم إلى مصوع لعودتهم من هناك إلى مصر، الأتراك يعني أو الخديوية، حكومة محمد علي باشا. وقد أوعزت بريطانيا الإمبراطور يوهانس لكي يقوم بهذه المهمة، وإن علاقة بريطانيا بالإمبراطور يوهانس كانت وطيدة بحكم أنه ساعدها في حملتها ضد سلفه الإمبراطور تيودروس مقابل إعطائه أسلحة والاعتراف به إمبراطورا بديلا لتيودروس. إلى حلقة جديدة، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدي الكرام، عربية حسبي بأنك منطقي وبياني، عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني عربي.